سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمل، وحياته لا يسأم منها مؤمن، وكلما قرأنا سيرته وتكرر الكلام ازددنا شوقا وكأننا لم نسمع هذا الكلام من قبل. في رحابه صلى الله عليه وسلم سنقف مع خلق من أعظم الأخلاق التي تميزه، بل تميز كل من أراد أن يكون قائدا، بل تميز كل مسلم، تواضعه صلى الله عليه وسلم. التواضع خلق نبيل وقيمة رفيعة ترفع من صاحبها، من تواضع لله رفعه، وتواضعه صلى الله عليه وسلم تلقائي ليس فيه تكلف، وأدبه جم. إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال، فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات، خالدا خلود الأبد. وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة، ويعني أوروبا. برنارد شو. صور ومظاهر التواضع في حياته صلى الله عليه وسلم عديدة، وسنقف مع بعضها. أول ذلك أرسى دعائم التواضع وحارب الكبر والمتكبرين. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عجيب، يعني حارب هذه المسألة، وأنهم يبعثون يوم القيامة كأمثال الذر، ولا مكان لمتكبر في حياته صلى الله عليه وسلم. ثانيا أعطى التواضع زينة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ركب المصري: طوبى لمن تواضع لله في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذل والمسكنة. يعني يوريك إنه لما تتواضع ما تتواضع، فرق بين التملق وبين التواضع. في زول بينذل للناس داير لي حاجة، ده ما متواضع. وهذه الصورة الثالثة تواضعه صلى الله عليه وسلم مع المحتاجين الذين لا يحتاج لهم، المحتاجين إليه. أنت لما محتاج يزول أنت بتتواضع له غصب عشان تطلع حقك، لكن رسول الله ما كان محتاج يزول، فلذلك يتواضع مع من؟ كيف يكون هذا التواضع؟ انظر كيف يعامل الخدم، يعامل الرقيق، يعامل الأطفال. أولا كان صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة: ما لقي طفل إلا وسلم عليه، وما لقي أحد إلا وابتدأه النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام. لكن شوف الأدب ده، شوف التواضع ده. يا أخي في ناس رافعين نخرتهم والله ما عندهم الحبة دي، وده ذاته دليل على إنهم رافعين نخرتهم كده. يعني أنا أوريكم رافعين نخرتهم ليه؟ لأنه ما عندهم حاجة. الزول الكامل ما أصلا بيرفع على الناس، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. ده الإنسان المتواضع حقيقة. كانت الجارية في عقلها شيء، يعني من النوع الهبلاء الراس، يعني النوع المساكين ديك كويس، تأخذ بيدي تقول يعني أريدك في مسألة. ما يقولون يا إخواننا لموا شفعكم ديل مننا ونحن برانا مشاكلنا كثيرة ونحن برانا مسؤولياتنا عظيمة. لا، يمشي معاها عشان شنو؟ تقول الشفع بيضحكوا مني. فقط تسوق رسول الأمة عليه الصلاة والسلام تأخذه من يده يمشي معاه. بلا أنت قيس الشدة على ناس نافخين روحهم بدون حاجة كده، قيس الشدة عليهم أنت بس. تعال شوف، سأل عن امرأة سوداء كانت تقم المسجد بتنظف الجامع. قال لهم وين المرأة دي؟ قالوا ماتت. قال هل أنبأتموني وأخبرتموني؟ قالوا له يا أخي أنت مشغول، والجهاد والدولة والوفود وأنت مشغولياتك كثيرة. قال دلوني على قبرها. يا سلام، ده التواضع الجد. دلوني على قبرها. ذهب إلى قبرها وصلى عليها
وهي في قبرها، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله يجعلها نورا بصلاتي عليها. يا أخي لكن عجيب، كان يجيب دعوة المملوك ولو على كراع شاة، كان يقبل الهدية. يا أخي لكن عجيب تواضعه أصلا. شوف المتواضع بيتواضع مع الناس. شوف الزول بيتعامل مع سواقه كيف، بيتعامل مع الغفير كيف، بيتعامل مع الخدم الموجودين في البيت كيف. وإليكم هذه القصة البديعة التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح. المقداد بن الأسود قال أتينا وبعض أصحابي نخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وده شرف والله، والله شرف. كان بيخدموا، شوف اللي بيخدموا ديل. قال فكنا نحتلب اللبن نشرب ونبقي له فيشرب من فضلتنا. بالله نبي عظيم يشرب من فضلة ناس. يعني حس والله في ناس عوافين شديد. يا أخي رسول الله يوم في مكة في حجة الوداع لما طاف طواف الإفاضة لقى العباس بن عبد المطلب بيسقي الناس من زمزم، والسقاية هي لبني هاشم أصلا، الرفادة يعني أكيل الناس، والسقاية لبني هاشم. فلما طلع الدلو الناس ماسكين الدلو في الأطراف، أي زول ماسك الدلو أصابعينه خاشة جوا الدلو، داري يشربوا من زمزم، والرسول دا يشرب. العباس داري يدفق الموية دي ويجيب للرسول موية كاملة ما فيها حاجة. قال أسقني من التي أدخل الناس فيها أيديهم. بلا لاقاك زي ده يا أخي، لكن ده عجيب. فالمقداد خلى الفضلة بتاعته. في يوم من الأيام قال المقداد شربت وشرب أصحابي وأبقينا للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، لكن الشيطان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد من يدعوه وأنت لا تجد من يدعوك، قم واشرب. قال فقمت وشربت، فلما شربت ضيق علي الشيطان الدنيا. قال لي تشرب حق نصيب النبي صلى الله عليه وسلم يا مقداد؟ انت وكنت تشرب حق الرسول؟ قال وأخبرني أن النبي سيأتي إلينا وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو علي. قال فما استطعت أن أنام فانتظرت حتى جاء وفتح الإناء ليشرب، فلما لم يجد نظر إلى السماء وتمتم بكلمات. قال المقداد قلت الآن يدعو علي وأهلك، فقمت وقلت يا رسول الله نظرت إلى السماء ودعوت. قال قلت اللهم اسق من سقاني وأطعم من أطعمني. قال المقداد فجريت فلم أجد إلا حلوبا من الشاة، كان يرضبح لي في الليل ذاك من حق رسول الله. قال فحلبت له وأتيته باللبن فشرب وأعطاني وشرب وأعطاني حتى شبعنا. ثم قال يا مقداد هلا أيقظنا أصحابنا؟ قال يا رسول الله شربت وشربت وليس لي في الناس شيء. ثم جعل المقداد يضحك حتى سقط على الأرض، فسأله النبي عن الخبر فأخبره بالقصة. محمد دينه حق ندين به، محمد مجملا حقا على علمي. والله ده التواضع. فضل شنو بعد ده؟ فضل نمارس هذا التواضع، نعيش هذا التواضع. هيئته يرجف واحد منه يقول له إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعظمه لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. يخصف نعله بنفسه، يجيب النعال ويدقها ويفلي ثوبه ويخدم أصحابه. هل ممكن نعيش هذه المعاني ولا ما ممكن؟ إذا كنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم فعيشوا هذه القيم وهذه المعاني في حياتنا، وما أحوجنا لذلك. أسأله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وعنكم سيئ الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.